السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم فرونطوخ مع حسنية. كنرحب بكم ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كلكم على خير وبخير. كيف ما شفتوا هذا الاسبوع هذه الاسابيع هذا ما حطيتش لكم هاد 2 اسابيع، فما حطيتش لكم فيديوهات بزاف. اليوم ان شاء الله رجعت لكم فيديوهات ديال الرفيسه، وهاد الرفيسه هذه صراحه حضرتها من طلب لواحد المتتبعه تفرجت في الفيديو ديال الكسكسو وجربته وعجبها بزاف الكسكسو الفيديو اللي خدا اعلى نسبه المشاهده ولقى واحد الاقبال زوين بزاف. فان شاء الله اليوم كتبت لي تعليق في الفيديو ديال الكسكسو وقالت لي عافاك بغيت الطريقه ديال الرفيسه ديالك، وانا ما رفضتش ليها الطلب وجدت ليها الرفيسه. بصراحه الله واخا ما كانش عندي كاع المكونات في الدار، ولكن حضرت ليها طريقتي في الرفيسه باش نلبي الطلب المتتبعه ديالي. واذا كان عندكم شي طلب مرحبا والف مرحبا على الراس والعين. هنايا غادي ناخذ الطنجره اللي غادي نصبوا فيها الرفيسه ديالنا، طنجره ولا كوكوط أو طنجره ديال الضغط ولا الكامله اللي كان. كيف ما كتعرفوا الرفيسه ماشي ضروري نسدو عليها في الكوكوط. هنا كيما شفتوا درت نص كاس ديال الزيت مخلط ما بين زيت البلديه او زيت الزيتون وزيت العاديه ديال الطياب. هنا كيف ما شفتوا درت الكميه ديال الدجاج، الكميه كتبقى على حساب كل واحد، على حساب بطبيعه الحال الناس اللي او العائله اللي عندكم في الدار. هنا كيف ما شفتوا خديت واحد البصله كبيره شلطتها، ضفت الملحه، معلقه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار، ومعلقه ديال المساخن صغيره. الابزار انا ما كنكثروش اللي ما لي مشكل صحي، فانتوما ديروا واحد راس معلقه صغيره. كيف ما شفتوا درت غير واحد شويه. درت الربيع، ما عنديش الربيع مقبط، ودرت غير شويه ديال الربيع كان عندي مقطع في المجمد كما قلت لكم، واخا ما كانش عندي الربيع الكافي. درت غير الربيع مقرد ماشي مشكل، راه حتى هو ما كيجيش باين، يعني ما غاديش يخسر لنا المرقه. ولا كان عندكم الربيع يعني ما تقبطوه تغسلوه وتجيبوه، يعني درهم ديال الربيع وتقبطوه وتنقيوه مزيان وتغسلوه وديروا ليه ربطه وتلوحوه مع البصله ديالكم والرفيسه من بعد ما غتلوحوا العدس بطبيعه الحال. هنا كيف ما شفتوا درت الثومه، درت 4 ديال الفصوص ديال الثومه مطحونين، يعني حكيتهم في الطحانه معزتهم مزيان. كنديروا 4 ديال الفصوص ديال الثوم كنديروهم مع البصله والعطريه. وكيف ما شفتوا درت معلقه صغيره ديال المساخن، السكينجبير بطبيعه الحال ضروري، معلقه ديال السكينجبير، الملحه، الخرقوم، شويه ديال الابزار والمساخن بطبيعه الحال. كنخليو البصله ديالنا حتى كتشحر. هنا كيف ما شفتوا عندي العدس مرقده، درت هنا نص كيلو ديال العدس مرقده، والبصله بطبيعه الحال قشرتها هي اللي غادي نزيدها للرفيسه ديالي. كيف ما شفتوا من بعد ما كتخليو البصله والدجاج كيتقلاو مزيان حتى كيتعلقوا على هذه الطريقه هذه. السر ديال الرفيسه باش تجيك بنينه وخاطره هو انك تخليها تعلق توصل لهاد الدرجه هذه، يعني تخليها تشحر وتتعلق كيف ما واضح معكم في الفيديو. راه بعض الوصفات فضروري انكم تخليوهم يتشحروا على هاد الطريقه هذه حتى كيتعلقوا. هنا من بعد العدس ديالي خويته فوق الدجاج والبصله من بعد ما تشحروا مزيان وتعلقت، صافي كندير الماء الكافي اللي غادي طيب ليا فيه الرفيسه ديالي. العدس بطبيعه الحال حتى هو كديروا على حساب الكميه ديال الافراد، وبطبيعه الحال الرفيسه راه هي العدس. صافي هنايا مباشره بعد ما درت الماء الكافي كنغطيو الرفيسه ديالنا، وهنا مباشره دزت كنقطع البصله ديالي مشلضه كيف ما شفتوا طويله، ما كنقطعوهاش رقيقه، كنقطعوها شويه تكون غليظه باش ما تذوبش لينا. هنايا البصله الا قطعناها طويله كتكون رقيقه فدغيا غتذوب ما غتبقاش باينه نهائيا. والرفيسه بطبيعه الحال راه هي البصله والعدس، راه خصها البصله تكون باينه. كيف ما شفتوا ضروري انكم تقطعوا البصله غليظه. بطبيعه الحال انا كندوي مع المتتبعات يعني المبتدئات، ماشي بطبيعه الحال الطيابات، راه كلكم تبارك الله حادقات. هنا كيف ما شفتوا الفصوص ديال الثوم، واحد 4 ديال الفصوص حتى 5 ديال الفلوس ديال الثوم هنا كيف ما شفتوا من بعد ما كتغلى لنا الطنجره ديالنا كنلوحوا البصله. وبطبيعه الحال الا كانت عندكم كبه ديال الثومه لوحوها في هذه المرحله هذه، وقبطه ديال الربيع ضروري تلوحوهم في هذه المرحله هذه. ملي كنلوحوا البصله راه الطنجره غير كتغلى كنلوحوا البصله والربيع والثومه. بطبيعه الحال انا ما كانش عندي الربيع، درته في الاول كيف ما شفتوا معايا، والثومه بطبيعه الحال درت 4 ديال الفصوص ديال الثومه. هنا كيف ما شفتوا العجينه ديال المسمن عندي هنا شويه الخميره، شويه ديال السكر، شويه ديال الملحه، وجوج كيسان ديال الفينو، و3 كيسان ديال الماء. هنا كنديروا كلشي في المولينيكس او الخلاط ديال العصير وكنخلطوا كلشي كيف ما واضح معكم في الفيديو. وهنا من بعد ما كنخلطوه الخليط ديالنا كيولي على هذا الشكل هذا. هنا الكميه ديال المسمن بطبيعه الحال كتبقى على كل واحد على القياس اللي بغيتو. انا درت غير القياس ديال اللي هزت ليا 600 غرام ديال الدقيق.
هنا من بعد ما خويت الخليط ديالي في الاناء اللي غادي نعجن به، فكنضيف الدقيق شويه بشويه. هنا ضفت الدقيق اللي حبه ديال الدقيق ديال القمح ديال القمح بطبيعه الحال، اللي كنحيدو ليه غير النخاله. هنا الا بغيتو تضيفوا الفرص بطبيعه الحال، راه ملي ما كيكونش عندي القمح الكامل حبه، فتنضيف الدقيق الفرص العادي كنضيفو حتى هويا. انايا دائما تنوجد الرفيسه كنوجدها بالقمح، يعني بالدقيق الكامل. صافي هنا من بعد ما كنجمعوا العجينه ديالنا حتى كتوصل بحال عجينه المسمن تماما. راه عجينه المسمن هاد الطريقه هذه ديال عجينه المسمن اسرع واحسن طريقه باش تعجنوا بها المسمن، كتوجد بسرعه وكتجي غزاله بزاف. كيف ما شفتوا عجنتها تطلق كتولي تقولوا بحال دلكتو هنيت. حنا كنجيبوها وكنديروها ترتاح 5 دقائق، كنخليوها ترتاح على ما نغسلوا غير يديداتنا ودوك المعينات اللي خدمنا بهم. كيف ما شفتوا كدير الفقاعات بحال تقول راه هاد القناعه. ديك الطريقه ديال الخلاط راه زوينه بزاف، وحتى حضرت معكم الفيديوهات ديال المملحات وديال المسمن، وغادي نخليهم لكم في صندوق الوصف، راه كيجي غزال بزاف. كيف ما شفتوا هنا مباشره من بعد ما خليته 5 دقائق حتى 3 دقائق 4 دقائق، صافي هنا مباشره كنشكلوا الكويرات ديالي ديال المسمن عاديين. هنا بطبيعه الحال كندهنوا البلاطو بالزيت وكنشكلوا المسمن ديالنا. هنا كما قلت لكم انا ما درتش كميه اللي هي كبيره، فدرت لك القياس ديالي انا اللي يعني قلت الافراد ديالي. فانتم بطبيعه الحال القياس كيبقى لكم على حسابكم نتوما. كيف ما شفتوا المسمن تبارك الله راه كيدير الفقاعات وناجح. هنا الحلبه بطبيعه الحال درتها كتسلق، وكنصفي داك الماء اللي كيكون صفر حار، وتندير البلول من الرفيسه ديالنا. كيف ما شفتوا الرفيسه راه كتجي البلول ديالها خاطر. هنا راه كانت باقي ما طابتش، كان العدس باقي ما طاب، والبصله باقي ما طاب، الدجاج باقي ما طاب. هنا كناخذوا البلول ديالها كيف ما شفتوا كيجي غزال بزاف رائع، وكنضيفوه على الحلبه. انا ما كنطيبش الحلبه نهائيا مع الرفيسه لان ما كنبغيهاش مع الرفيسه. فانتوما الا كنتو كطيبوها مع العدس والحلبه يمكن لكم ديروا واحد شويه، ولكن من الاحسن هي طيب وحده حتى اللي عنده شي عذر صحي يعني باش ما تضروش. هنا كيف ما شفتوا كنضيفوا واحد المعلقه ديال السمن من بعد ما كطيب لينا الرفيسه ديالنا، كنضيفوا لها معلقه ديال السمن وتنخليوها تغلى واحد 10 دقائق وكنطفيو عليها. هنا مباشره غادي ندوز نوجد المسمن ديالي. هنا المسمن ما خليتوش نهائيا يرتاح، راه كندوزو وكنطيبو فيه مباشره. هذا المسمن هذا راه ما كيرتاحش نهائيا، راه ساعه المكانه توجدي هذه الرفيسه هذه تبارك الله. الدجاج دغيا كيطيب، العدس دغيا كيطيب، يعني المكونات ديال الرفيسه بالخصوص الا كان العدس طياب فهو دغيا كيطيب ودغيا هذا الرفيسه كتوجد. المسمن ما كنخليوهش نهائيا يرتاح، كيوجد بواحد السرعه اللي هي كبيره. فهنايا مباشره من بعد ما كنشكلو كنخدم به، كنبدا نورق في المسمن ديالي. هنا المسمن ما تنديرش فيه الزيت انا في الرفيسه نهائيا، غير واحد شويه كندهن الطبله اللي تنخدم فيها، ما كنكثرش نهائيا الزيت لان الرفيسه فيها الزيت وفيها السمن. المسمن ما خاصوش يجي مزيت لانه كيضر، فبالاحسن انكم الرفيسه ما تكثروش ليها نهائيا، المسمن ديالها ما يكونش مزيت. كيف ما شفتوا كندهن واحد شويه البلاصه فين كنخدم صافي، وكنبدا نورق المسمن ديالي. كيف ما شفتوا المسمن اللي هو ناجح ومضمون. اهم حاجه انكم هذا المسمن هذا ما تخليوش يرتاح نهائيا، لانه الا خليتوه يرتاح ما غاديش يتشكل معكم، غادي يطرخى بزاف. فمن الاحسن انكم تخدموه تنخليوه يرتاح 3 دقائق 4 دقائق حتى 5 دقائق في الاول فقط صافي، وكنبداو نخدموا فيه مباشره، كنبداو نورقوا فيه ما كيتقطعش وكيجي رقيق. وكيف ما قلت لكم انا راني صاوبته بالقمح الكامل، يعني كنحيدوا ليه غير النخاله وكناخذوا الدقيقه ديالو. كان ما كانش عندكم الدقيق كتضيفوا الفرص العادي اللي كيكون خاص بالحلويات او الفرص العادي ديال الخبز، يمكن لكم تضيفوه يعني اي حاجه يمكن لكم تخدموا بها. فهاد المسمن هذا ما يحشمكمش نهائيا، ناجح ومضمون. كيف ما قلت لكم راني فايته محضره معكم الوصفات بهذا المسمن هذا بنفس الطريقه، محضره بها مملحات محضره بها مسمن، ولكن بالدقيق العادي يعني اللي كيكون خاص بالحلويات او الفرص. صافي هنا من بعد ما ساليت المسمن ديالي كنبدا نورق فيه وغادي نبدا نطيبو. بطبيعه الحال كما قلت لكم اهم حاجه هو الرفيسه ما يكونش الزيت ديالها المسمن ديالها مزيت بزاف. صافي هنايا سخنت المقله اللي غادي نطيب فيها، او هاد البلاكه هذه انا صراحه كتنفعني بزاف، كنطيب فيها خطره واحده وكتسهلها عليا. كما قلت لكم راه الرفيسه تبارك الله راه تنوجدها في ساعه
كتكون واجده. ملي كنتشهها راه بسرعه كنوض كنوجدها. المسمن ديالنا بطبيعه الحال بعد ما كنديروه في المقله ولا البلاكه بحال هادي تنقلبوه غير يشد فراسو كيف ما كتعرفوا تبارك الله. راه كلكم حادقات. انا كندوي مع المتتبعات ديالي المبتدئات اللي بطبيعه الحال خصهم المعلومات توصلهم كيف ما هي. اما تبارك الله راه كلكم حادقات وكلكم تبارك الله عليكم حنا مغربيات. راه ما كاينش شي وحده اللي ما كتعرفش الطيب غير المشاركه فقط. كيف ما كتشوفوا المسمن اهم حاجه في هذا المسمن هذا هو انه كيجي منفوخ وكيجي محلول. كيف ما غنوريه لكم من بعد ما غنسالي الطياب كيجي رائع بزاف. واكيد المسمن ديال الرفيسه انا كيعجبني انه يجي محمر. بطبيعه الحال الا بغيتو ديروا هاد العجينه ديروها تريد كيبقى لكم الاختيار. انا صراحه كنفضل انني نديرها مسمن وكيجيني التريد شويه صعيب صراحه. كنفضل انني نديرها مسمن على انني نديرو تريد. صافي هنايا المسمن ديالي كيف ما كتشوفوا تبارك الله راه كيتنفخ. حضروا المسمن عادي هاد الطريقه هادي راه كتجي زوينه بزاف. صافي غنستمر انا بهاد الطريقه هادي نطيب المسمن ديالي عادي حتى كنسالي الكميه اللي عندي ديال المسمن. كيف ما شفتوا انا ما درتش الكميه اللي هي كثيره لان كما قلت لكم درت على حسب القياس ديالنا. وانتوما بطبيعه الحال كتبقاو كما قلت لكم كل 2 كيسان ديال الفينو كيهزوا 3 كيسان ديال الماء. يعني غتمشيو على هاد القاعده هادي باش حتى الا زدتوا الكميه غتحسبوا القياس ديال الماء بقياس ديال الفينو. صافي كيف ما شفتوا المسمن كيجي غزال بزاف وكيجي محلول ما كيجيش نهائيا مدقص. فنتمنى تجربوا هاد الطريقه هادي لا في المسمن ولا في المسمن العادي ولا في الرفيسه ديالكم اكيد غادي يعجبكم بزاف. كيف ما شفتوا راه كيجي محلول كتجي الورقه على اختها وما يحشمكمش نهائيا. صافي هنا غادي نبداو نقادو المسمن ديالنا نقطعوه طريفات اللي هو صغار يعني اللي كنديرو في الرفيسه. كيف ما شفتوا هنا من بعد ما ساليته قطعت المسمن ديالي كله كيجي رقيق وما كيجيش غليظ نهائيا. كيجي خفيف ما كيجيش مزيت نهائيا. صراحه غير جربوها غادي تعجبكم بزاف. كيف ما شفتوا المسمن ديالنا كيجي رقيق ما كيجيش نهائيا غليظ ومتنتن. هي الرفيسه ديالي من بعد ما طابت وطفيت عليها بطبيعه الحال كتكون البلول كيكون على هذا الشكل هذا كيجي خاطر وبنين. انا كما قلت لكم ضروري انكم تضيفوا معلقه ديال السمن. الحلبه ديالنا من بعد ما كطيب كنديرها انا في الطبيصلات بوحدهم اللي بغاها كيديرها قدامه. صافي وهنا كنسقيو الرفيسه ديالنا بطبيعه الحال كنديروا البلول اول حاجه ضروري باش المسمن ديالنا كيتشرب مزيان فضروري اننا نسقيوها. كما كتعرفوا فالرفيسه خصها ضروري تجي مسقيه مزيان. صافي هنا كنسقيوها مزيان عاد كنبداو نحطو الدجاج ديالنا وكنبداو نحطو العدس والبصله يعني تسقيه عاديه. وصافي هنا ما حاولتش انني نزينها بحتى شي حاجه خليتها عاديه لانني انا حضرتها لداري فما جايش عندي حتى شي حد ولا شي حاجه غير لداري وصافي. فانتم الا كنتو بغيتو تزينوها يمكن لكم تقليو اللوز تسلقوا البيض تحضروا الكاشير ديال الكبده قلت هو كيجي زوين بزاف الكبده والبيض والسميده والربيع والاقامه. يعني تقدروا تزينوها باش ما بغيتو. فانا صراحه ما بغيتش نزينها نهائيا بغيت نحضرها يعني هكا غير لداري بغيت نحضرها غير طبيعيه وكتجي بنينه ورائعه بزاف. جربوا الطريقه ديال الرفيسه. وكما قلت لكم طلبه المتتبعه ديالي وفيت لها طلبها. فشكرا لكم على المتابعه ديالكم تشجيعاتكم والى وصفه قادمه ان شاء الله.